مصر. مصر يا ابو حسين، مصر هي اللي طلع روحها 60 سنة وهي بتحارب، واقفة لهم زي الأسد وشايلة القضية فوق دماغها. مصر هي اللي عبرت في 6 أكتوبر وانتصرت ودافعت عن كرامة الشعب العربي كله. مصر اللي شقيت وتعبت وضحت بشباب زي الورد. انتوا بتقولوا عليها انها باعت القضية برضه؟ ده احنا فرحنا لكم وهتفنا لكم والشارع كله كان معاكم لما نزلتوا الصهاينة تحت الأرض 35 يوم في ملاجئ زي الفيران. اللي يشتم مصر عمره ما يكبر مهما عمل. مصر هي الأم، واللي يشتم أمه هو اللي خسران. مصر بقلوبنا وما حدا بيقدر ينكر على مصر يلي عملته. انتوا بلشتوا بالخطوة يا أخ ناجي، ونحن حنكمل نضال وراكم حتى تضل راية العرب والمسلمين مرفوعة دايما. بس كيف فكرتوا بهالفكرة الجبارة وكيف قدرتوا نفذتوها؟ ولك يسلم الشباب ويسلم الوطن. الله يخليك يا عم الحاج. ده إبراهيم لبلب في اللغة العبرية، ده اللي كنا ماشيين بيه في تل أبيب. وده بقى حسام البطل بتاعنا، ده أول واحد نط على السطح بتاع البنك. خدامك عبد الجليل اللي لا مؤاخذة فور قضبان الخزنة. مهندس زاهر، مهندس كمبيوتر. تهامي. ده بقى البركة بتاعتنا الشيخ حسن. شو رح بتسووا بكل هالمصاري يا أخ ناجي؟ هو أولا وقبل كل شيء يعني احنا كنا عاملين حسابنا في مبلغ كده للمقاومة اللبنانية، يعني تقديرا منا وإعجابا بكفاحكم ونضالكم. الحمد لله الحزب مش عاوز مصاري، نحن بيكفينا دعم الشارع العربي. والله يا ابو حسين ده راجل 100 100. انا قلت برضو ان هو مش هياخد مليم. لا يا رب يزيدك ما يحرمك ويديك ما يضيمك. أمال احنا هنمشي امتى يا أبو حسين؟ تمشوا لوين يا أخ ناجي؟ على مصر. أوامر سأتوا منا؟ لا احنا عمرنا ما نزهق منكم ابدا، احنا لو قضينا بقية حياتنا كلها هنا ما نزهقش منكم، بس اصل عايزين نرجع مصر بالحاجة عشان في عملية تانية بنوضب لها. العملية الثانية صارت جاهزة يا أخ ناجي، بدكم تسووها هون. عملية ايه؟ سيدات والسادة، إليكم هذا النبأ العاجل. قامت قوات حزب الله بالقبض على 8 جنود إسرائيليين تسللوا إلى الحدود اللبنانية فجر اليوم، وأعلن اعتبارهم أسرى حرب ومعاملتهم معاملة الأسرى إلى أن يتم التفاوض بشأنهم أو تبديلهم بالأسرى اللبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية. نعلن نحن حزب الله القبض على 8 جنود إسرائيليين تسللوا على الحدود اللبنانية فجر اليوم. تم اعتبارهم أسرى حرب وسيتم معاملتهم كأسرى لأن يتم التفاوض عبد الجليل أو استبدالهم بأسرى ابني. لا لا ده عبد الجليل ابني. يمين طلاق بالثلاثة يحزمني في نار جهنم يوم من الأيام إن ده عبد الجليل ابني. هو أنا هتروح عن ابني؟ عبد الجليل ايه يا حاجة؟ بيقولوا لك دول عساكر الإسرائيليين عدوا الحدود والمقاومة جابتهم. يا ابني بحلف لك بالله العظيم 3 إن ده عبد الجليل ابني. أنا طلعه من نص مليون حسب أمارة سحنته الغبية دي. وعبد الجليل ايه اللي وداه إسرائيل يا حاجة؟ ويتطوع في الجيش الإسرائيلي كمان؟ لا انت باين عليكي خرفت يا حاجة. اخرس يا قليل الأدب، أنت اللي خرفت، أنت وعيلتك كلها والحارة كلها بقت اتخرفت. بقول لك اللي في الصورة ده ابن عبد الجليل. ولما هو عبد الجليل ايه اللي وداه إسرائيل؟ الصهاينة خطفوه، الصهاينة خطفوه، بس أنا مش هسكت، هروح الحكومة وأقلب عليها وأطيها لحد ما يجيبوا لي ابني. ده ضنايا، ده أنا محبتش غيره، ده هو اللي طلعت بيه من الدنيا يا ربي. ها يا حاجة. يا سعادة الظابط بيه، هو أنا هكدب عليكم؟ ما انتوا كل يوم والتاني تيجوا تقفشوه الواد عن امه يرجع لي قفاه شبر ونص.
انتوا اضرب عبد الجليل، انتوا اضرب عبد الجليل. طب قولي لي يا حاج، هو عبد الجليل ما قالكيش هو مسافر فين بالظبط؟ قال لي مسافر شرم الشيخ يشتغل مع واحد من الكبارات. جميل. طب ما قالكيش بقى الراجل الكبير اللي بيشتغل معاه ده اسمه ايه بالظبط؟ شوف، ان شاء الله عدامك الف 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 بعد الشر يا اخويا، ان شاء الله عدامك بعد الشر. انا ما اعرفش حاجه. هو راجل كده شياكه ومحترم وكباره، ويقعدوا يتكلموا ويتوددوا. انا ما اعرفش حاجه. ولو عندك مصحف هنا هاتولي احطه على عينيا، واحلف لك ان ابني ده عبد الجليل مش اسرائيلي، مش اسرائيلي. مش ممكن يا ماما، زاهر لا يمكن يعمل كده. دول اكيد خطفوه. أنا حسيت بيه وهو ماشي، كنت حاسة إن في حاجة مخبية عليا، كنت حاسة إنه جوه سر ومش عايز يقولهولي. إيه بس يا ربي اللي خلاني يسافر؟ طول عمره واقف جنبي ومراعيني. يا ماما ممكن يكون ده واحد تاني، ويكون كل ده وهم جواكي. انا هنزل شرم ادور عليه وان شاء الله هلاقيه. لا، ما تسيبنيش اتراخر، أنا مش ناقصة. بقول لك إيه، أنت دلوقتي تروح تبلغ الحكومة، لازم يدوروا عليه ويلاقوه، لازم. كده برضه يا زهر، كده تعمل في أمك كده. وكمان الراجل اللي خده معاه ده لازم كمان تبلغ عنه. هو اللي عمل فينا كده، هو اللي عمل فينا كده. الراجل اللي اسمه نجاة الله. انت بتقول ايه يا شيخ محمد؟ معقوله؟ هو الشيخ حسن يا شيخ عبد الله، ما تسمع اللي بقول لك عليه. عرفت ليه بقى هو ترك الجهاد وبعد عننا؟ لانه كان متفق مع اعداء الله. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. الشيخ حسن وربك اراد ان يفضحه ويكشفه ويتصور وهو اسير مذلول بملابس اعداء الله الصهاينه. وهو ده بقى يا سيدي اللي كنا معتبرينه في يوم من الايام واحد مننا، وقال ايه؟ كنا جعلينه امين على الاسلام والمسلمين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ناجي عطله واللي معاه لازم يرجعوا. لازم تتصلوا باخواننا في المقاومه اللبنانيه وتخبروهم ان احنا ما بنفرط فيهم باي ثمن. هذول ضحوا بارواحهم ونفذوا عمليتهم، لكن هم ما نسيوا اخوانهم في غزه، واحنا كمان ما لازم ننساهم يا ابو شعلان. مفهوم؟ مفهوم يا حجه فاطمه. وانت يا زياد، من بكره الصبح بدك تحضر حالك وتنزل على مصر. خير يا حجه فاطمه. في مهمه لازم تنفذها هناك. مثل ما بتعرف يا أخ ناجي، لما اعتقلناكم ما كنا بنعرف مين أنتم. صورناكم وأعلنا عن أسرة 8 جنود إسرائيلية. كويس. إسرائيل هلأ بدها إياكم بأي ثمن. الله، دول بيتلككوا بقى. طب ما تردوا انتوا كمان تقولوا لا، ما عندناش عساكر ولا حاجة والموضوع كله أونطة. ويرضيك المقاومة تطلع كذابة يا أخ ناجي؟ وين المصداقية؟ ما في حدا بالشارع بده يصدقنا بعد هلأ. أبو حسين ما تجيب من الآخر. انتوا ناويين تسلمونا لإسرائيل؟ ليه بتقول هالكلام يا أخ ناجي؟ والله عيب. نحن معكم قلبا وقالبا، وهيدي المصاري اللي معكم رح نأمن طريق لوصولها لغاية مصر، وبتوصلوا إن شاء الله سالمين غانمين. وعايزين مننا إيه بالظبط؟ شوف يا أخ ناجي، بالسجون الإسرائيلية في مئات اللبنانيين والفلسطينيين المسجونين هونيك. إذا المقاومة أسرت واحد إسرائيلي ممكن نبدله ب50 أسير عربي. كيف لو كان عندنا 8؟ شوف كم عائلة رح نفرح إذا رجعنا هالمأسورين من المعتقلات الإسرائيلية. هذا بيرجع لزوجته وولاده، وهيدا لبيه وهيدا لأمه. طب ما هو الشباب اللي معايا دول برضه الحلوين دول كل واحد فيهم عايز يروح لبيته ولأمه. بعرف كل واحد حيرجع بإذن الله. نحن أعلنا عن 8 صهاينة، بدنا 8 صهاينة بس. 8 صهاينة؟ ودول أجيبهم من إيه؟ أنا واثق لو فكرت شوية أخ ناجي أكيد رح بتلاقي طريقة. يلي بيدخل تل أبيب مع رجاله وبيقتحم أكبر مصرف هونيك وبياخد المصاري وبيجي لهون، هالعملية بيعملها بصبيع إجرائي.
انت عايزني بعد اللي عملته ده كله ارجع تل ابيب تاني؟ وليش تل ابيب؟ الكيب بوستات، المستوطنات اليهوديه بتبعد تلت ساعه من هون.